هذا الفيديو عزيزي المشاهد يتم تسجيله الساعة 3:30 صباحا، فاعذرني إن كان هناك خارجيات. في الفيديو ده أنا أوضح ليه أنا قلت إنه صوت شيخ الزين ممكن يدرس في الجامعات، لأنه حرفيا ممكن يدرس في الجامعات. إحنا الناس العاديين لما نيجي نحاول نقلد الزين عندنا خيارين بس، يا المقام الواطي يا المقام العالي. لو بدينا بالواطي لازم نكمل به لما النهاية، لو بدينا بالعالي لازم نكمل به لما النهاية. الحلو إنه شيخ الزين عنده اسمها ترانزيشن، أنا بحب أقول له إنه هو لو بدأ بالواطي ممكن في نص التلاوة يطلع للعالي، ودي عادية. لكن الما عادية وين؟ إنه هو في العالي شديد بتلقاه فجأة نزل للواطي شديد. يعني دي باختصار كأنه الزول بيكون معشق 5 ويجي تاني بعشق 1، بعد فترة تاني بيجي يعشق 5. فالحاجة دي الناس العاديين الزينا لما يقروها صوتهم بيتكسر في النص. إنه هو ممكن بصوت الواطي يبدأ يمشي للصوت العالي، دي عادية أنا بقدر أعملها. لكن وأنا نازل من العالي للواطي الصوت بيتكسر، الصوت بيعمل الصوت بيتكسر، ما بزول بيقدر يعمل حاجة. ففي ناس فكروا كده قالوا طيب الزين ده إبداع تجلي، كيف نحن نقدر نعمل زي الزول ده؟ فقاموا قالوا إنه أنت نازل من فوق لتحت ممكن ترقق الصوت بتاعك، تخليه يطلع من بطنك، ما يكون طالع من رقبتك أو من حلقك أو من اسمها شنو دي، حنجرة. كيف الكلام ده؟ دي الحركة دي عملها شيخ عبد الله، كان بيقرأ معايا المرة اللي فاتت، إنه هو من الصوت الواطي طلع للصوت العالي بإنه رقق الصوت. كيف كده؟ أنا أديك مثال دقيقة. طيب هسمعكم هنا ريكورد أنا كنت بحاول فيه إنه أطلع من فوق لتحت، في آية فوق آية تحت، آية فوق آية تحت. فحتلقوا إنه الصوت ما نفس الصوت. ليه؟ لأنه أنا في الصوت وأنا نازل لازم ترققه، لأنه لو ما رققته حيتكسر الصوت باختصار. لكن مع شيخ الزين ما بيتكسر، سبحان كيف ما شاء الله تبارك الرحمن، بيطلع فوق تحت فوق تحت، يعني حاجة خرافية. يلا اسمع. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء. شفت يغشاها دي جات كيف؟ يغشاها، لأنه لو حاولت تقلل صوتك فيها حيتكسر. فدي هي شنو النقطة اللي أي زول داري يحاول يقلد شيخ الزين لازم يركز فيها، إنه هو من فوق لتحت من فوق لتحت. دي لو أنت قدرت عليها فيا عزيزي ألف مبروك، لأنه بجد دي يعني معجزة لازم تدرس. ودائما شنو ركز فيها، بأن أنت بتكون معشق 5. الزول الطبيعي بيمشي من 4 3 2 1، لا الزين من 5 بيمشي 1 من 1 بيمشي 5. والعربية بتاعته مع اللي هي الحنجرة ماشية كويس، ما بيحصل لها أي مشكلة. نحن لكن لما نحاول من 5 ل1 بتتكسر. فهنا هي التجلي يا عزيزي. أنا ما أعرف اللي بصور فيديو، لكن السلام عليكم.